نتكلم اليوم عن شرع. هذه الشبكة شرع. هذا منزل من منازل هذا منزل يحيى السيد، يحيى الحوثي. وهذا منزل أيضا لا يحيى، بس هذا يحيى قام بتصفية أشخاص في الشبكة تابعين يتبعوا يحيى السيد. هذا المكان لطارق، وهذا المكان يحيى محسن وجبريل. هذا المكان لعلي هادي أخو سالم الذي انقتل، قتله يحيى وابعد من نفس المنطقة هذه عشان زواج مرأة وما مرأة وبيتزوج عندهم بالغصبية، ويحيى حلف وصفى. هذا منطقة علي هادي. جاء كلب من كلاب هنا سودانيين معتقلين عند عائلة طارق وأخوانه. جاء كلب من الكلاب يبغى يعرف ما هو صاير عند طارق هنا من معتقلين، فحكموا عليه بالإعدام خنقان حتى الموت. حصلت مشاكل بين أخو طارق وأهل طارق مع أحد الأشخاص المسؤول عن المعتقلين السودانيين، وقاموا بطرده. بعدما قاموا بطرده تلافوا الموضوع وأعادوه كي لا يفصح بمعلومات عن السودانيين. هذا ما هو في شرع. شخص من الجهة الغربية قدم، طبعا السودانيين يشتريهم، يعتقلون ويدفع لهم طارق ويفديهم طارق، يشتري المعتقلين ويضعهم دروع بشرية عند عائلته كي لا يقصفوا. شخص في الجهة الغربية من شرعب قدم إلى هذه المنطقة عند محمد هادي، عند ناصر هادي وإخوانه، وسلمه جثمان هنا. هو غرب شرعب، وهذا شرق شرعب، وهذا شمال شرعب، وهذا جنوب شرعب. عسكري كان راكب من القوات المسلحة السعودية مع ابن محمد عبد الله. قاموا بدهس شخص هنا في الجهة الشمالية من شرعب، قاموا بدهس شخص.
الظواهري في الجهة قبلهم له مقر إقامة هنا كان سابقا، وعائلته وجنوبه ولد محمد يحيى ولد محمد عبد الله، وكان راكب معه شخص سعودي من القوات المسلحة السعودية، قاموا بدحس شخص في هذه المنطقة شمال تقاطع شرعب. وهذه الشبكة قدموا لها أشخاص لكن ما يعرفون اليمن، وما يعرفوا ما جابهم ولد يحيى الحوثي، وكانوا في الشبكة هنا. واحد قتل منهم في الجهة الشرقية هنا، واحد قتل في تهامة في الحديدة وفي تهامة، ودفن في مناطق جبلية، أخذوه أهل صعدة ودفن هناك في صعدة. بقي هذا متضرر منهم في هذه المنطقة في الشارع العام، قام بتصفية بعض أشخاص بالسلاح، رمي بالرصاص، وواحد دهس في هذه المنطقة. كلاب من كلاب ابن يحيى الحوثي جاب أمهم من درنا. توفي دعس شخص آخر هنا. هذا الشخص كان مجاور ليحيى الحوثي، وكانوا رجاله دواما نقطة في الشارع أمام منزله، فطلع ليلى بسلاحه ورمى عدة أشخاص منهم بالسلاح، وقتل منهم ما قتل، مقابل الشبكة شرعب. وشخص قدم من هذه المنطقة من يتبعهم. المشكلة إنهم ما يعرفوا الأماكن في اليمن، لو يعرفوا لصارت مصائب وكوارث. وشخص قدم من هنا يريد معرفة السودانيين، لأن طارق كان السوداني الذي يؤسر يدفع مقابله مال ويأخذه درعا بشريا لعائلته كي لا يقصفوا. هنا محمد هادي وعلي هادي الذي أخوه سالم، وقتل عشان امرأة. هذا ما هو في شرع.